ايوه فعلا، ما انا مثلت عليه الصداقة، عملت نفسي فيها ان انا اكتر من اخوه علشان اعرف كل المداخل بتاعته واعرف ادخله منين علشان اعمل اللي عملته. هاي، عاملين ايه يا احلى واجمل ناس في الدنيا؟ وحشتوني من القصة اللي فاتت، والنهاردة كاتبالكم قصة جديدة. وللي لسه ما يعرفنيش، انا مريان. وما تنسوش لو قصتنا النهاردة عجبتكم ادعموني باللايك والكومنت واشتركوا في القناة علشان تنضموا لعيلتنا اللي هتكبر بيكم. ويلا نبدأ في قصة النهاردة. محمد، اخبارك ايه؟ ازيك يا مصطفى؟ انا بخير، انت عامل ايه؟ انا بخير. قولي، صح انت هتروح الشغل النهارده؟ ان شاء الله. انت بتسأل ليه؟ اصل كنت بفكر اعدي عليك شوية النهارده، ينفع؟ اه يا حبيبي، عدي عليا اي وقت، هبقى مستنيك. تمام يا محمد، هعدي عليك ان شاء الله النهارده ان شاء الله. طب انا هروح بقى اروح علشان الحق اروح الشغل بالليل. يلا سلام. سلام يا صاحبي. محمد هو ولد وحيد على أختين وطالب في تانية جامعة، شغال مع الجامعة علشان يقدر يساعد باباه ومامته في المعيشة. ايه ده محمد اللي كان واقف معاك؟ انت برضه هتعمل اللي قلتلي عليه؟ اه، هروح النهاردة اشوف الدنيا فيها ايه وهنفذ في اقرب وقت. حرام عليك يا مصطفى، محمد غلبان وطيب وعمر ما حد احتاج منه حاجة ورفض. اللي انت هتعمله ده حرام جدا، وبرضه كمان حشري ومدخل نفسه في اللي ملهوش فيه. على فكرة محمد عايز مصلحتنا. مصلحتنا. طب وريم مالها؟ ريم يعني نكون انا وهي مرتبطين بقالنا سنتين، وهو اول ما يدخل الشلة تروح منفضالي وتروح له. بس محمد مرضيش اصلا يكلمها من الاول. الغلط على ريم مش محمد. وحتى ان كان كده انها تبصله من الاول ده يخليني اعمل اللي انا عايزه. بس برضه انا مش معاك يا مصطفى. معايا ولا مش معايا؟ اللي في دماغي هعمله وانت اخرجي منها يا فرح. خلاص، اللي تشوفه يا مصطفى واللي يريحك. سلام. سلام. ازيك يا ماما، عاملة ايه؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ واخبار الجامعة ايه؟ اهو بخير، ماشي الحال. انتي مالك زعلانة ليه يا ماما؟ ما تشغلش بالك يا حبيبي، روح انت ريح شوية علشان تروح شغلك بالليل. ايه يا ست الكل، هتخبي عليا برضو؟ اصل اختك سندس عايزة فلوس للدروس وكتب وطلباتها ما بتخلص للمدرسة، وابوك مش معاه وهي عمالة تزن عليا تزن. وده بقى اللي مخليكي مزعلانة يا ماما؟ خدي من الفلوس بتاعتي اللي معاكي وهاتي ليها اللي هي عايزاه. لا يا حبيبي، ازاي؟ ده تعبك وشقاك. يا ماما اسمعي الكلام وخدي من معاكي، امال انا بشتغل لمين يعني؟ روح يا ابني، ربنا يكرمك يا رب ويوسع رزقك وينجح مقاصدك يا رب. امين يا رب يا ماما. انا هروح انام بقى شوية قبل الشغل بالليل. ولما صحي محمد راح الشغل وهو شغال في سوبر ماركت صغير جنب البيت. ازيك يا حاج، عامل ايه؟ ازيك يا محمد يا ابني؟ اخبارك ايه واخبار الجامعة ايه؟ كله بخير نشكر ربنا. ربنا معاك يا رب يا ابني. طب انا هروح بقى اروح وانت خلي بالك من المحل. ما تقلقش يا حاج، ده شغلي. ازيك يا محمد؟ اهو جيت عشان اقعد معاك زي ما قلت لك. اوعى تكون معطلك ولا حاجة. لا يا حبيبي، ولا عطلة ولا اي حاجة، انت مشرفني ومنورني يا مصطفى. حبيبي تسلم. انا بس كنت عايزك تشرح لي حاجة من محاضرة الدكتور صابر ما فهمتهاش. اكيد طبعا يا درش، ده انا عليا ليك، بس خليها في الجامعة، هنا مش هينفع. طبعا انا فاهم، معاك حق. وفضل مصطفى يروح عند محمد ويتكلم معاه ويسأله عن شغله كله ويعرف عنه كل حاجة تقريبا. وبعد أسبوع في الجامعة، هننفذ النهاردة يا كبير؟ ان شاء الله زي ما اتفقنا، الساعة 8 بالظبط. طبعا يا كبير، هو انا عمري اتأخرت عليك؟ طب يلا انت امشي بقى من هنا دلوقتي. ايه ده؟ انت واقف مع علي ليه؟ عادي يعني، كنت بسأله على حاجة. حاجة ايه يا مصطفى؟ انت لسه برضو عايز تعمل كده في محمد؟ فرح، كبري دماغك مني وانا هعمل اللي هعمله، ماشي؟ طب ما تشاركني كده معاك يا مصطفى، قولي انت ناوي تعمل ايه؟ ليه؟ هو انت مش قلتي ان انت مالكيش دعوة؟ عايزة تعرفي ليه دلوقتي يا فرح؟ ايه، لا فضول مش اكتر يعني يا مصطفى. لا ابعدي عني انت وفضولك، يلا سلام. وفرح وهي شايفة مصطفى بيمشي قدامها فضلت تفكر تعمل ايه. هتسيبه ينفذ اللي هو عايزه ويأذي محمد؟ وبعد تفكير كتير قررت تحذر محمد وتروح له. محمد اخبارك ايه؟ ازاي كريم؟ ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ محمد بس كان بيشرح لي حاجة. تمام محمد، ممكن بس كلمة على انفراد؟ اكيد طبعا يا فرح. خير يا فرح، في ايه؟ هقولك على حاجة بس ما تسألنيش كتير يا محمد. قول يا فرح، انت قلقتيني. مفيش حاجة تقلق يا محمد، بس ابعد عن مصطفى. مصطفى؟ اشمعنى يعني؟
ما انا قلت لك يا محمد ما تسألنيش كتير، ما انا عايز افهم برضو يا فرح. لا مفيش حاجة معينة يا محمد، انا قلت بس اقولك وانصحك ان انت تحاول تبعد عن مصطفى على قد ما تقدر، وانت حر برضو. يلا سلام. هو في ايه يا محمد؟ مالها فرح؟ مش عارف والله يا ريم، هي جت تقولي ان انا ابعد عن مصطفى وبعدين سابتني ومشيت. اشمعنى مصطفى يعني؟ مش عارف، هي قالت لي كده بس سيبك منها، يلا نكمل المحاضرة. اه يا ريت، يلا يا محمد. وكمل محمد يومه عادي خالص، وروح بيته استريح شوية وبعدين راح الشغل زي كل يوم. ازيك يا درش، عامل ايه؟ انا بخير يا حبيبي. الا قولي، هو اللي انا سمعته ده صحيح؟ خير، سمعت ايه؟ اصلي سمعت ان ريم بتشتغلك وتستغلك علشان الامتحانات والمذاكرة وكده. بتستغلني ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني بترسم عليك الحب علشان تذاكر لها وتظبطها في الامتحانات. يعني على كده نص الدفعة بتستغلني علشان المذاكرة وبيمثلوا عليا يا درش؟ لا طبعا، بس أنا عارف ريم من قبلك وعارف أنا بقولك إيه. لا لا لا، ما تقلقش يا درش، أنا كده كده ما بفكرش في الكلام ده، وبساعد كل اللي في الدفعة بما فيهم ريم لأني بحب أساعد الكل. تمام يا حبيب أخوك، بس خلي بالك برضه. مساء الخير، لو سمحت أنا كنت عايز نص كيلو لبن وجبنة ولانشون. حاضر، دقيقة واحدة هدخل أجيبهم لك من جوه. ها، جبت الحاجة؟ يا كبير، خدها هيت. قشطة، هبقى حاسبك بكرة. اتفضل الحساب كده 50 جنيه. تمام، شكرا. طيب أنا هسيبك بقى وأمشي يا محمد، عايز حاجة؟ لسه بدري، خليك. لا يا دوب علشان ألحق أروح، ورايا حاجات كتيرة أوي عايز أخلصها. تمام، ربنا معاك، سلام. يا طنط الحقي، يا طنط، يا طنط الحقي، يا طنط. ايه في ايه يا مازن؟ في ظابط جه اخد محمد من المكتبة. ايه اللي انت بتقوله ده يا مازن؟ انت متأكد انه محمد؟ اه يا طنط، هو محمد. ونزلت الام جري هي وابوه واخواته علشان يلحقوه في القسم. ايه في ايه يا محمد يا ابني؟ هم واخدينك على فين؟ مش عارف يا بابا، هما جم لقيوا مخدرات وبيقولوا انها بتاعتي وانه حد مبلغ عليا. يا مستي، مخدرات؟ شوف لي محامي يا بابا، انا والله ما عملتش حاجة يا بابا، شوف لي محامي. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. واتحبس محمد على ذمة التحقيق، وفضل يتجدد ليه كل مرة الحبس، والمحامي بتاعه تقريبا مش عارف يعمله ايه، لأن كل الكاميرات في الوقت ده محدش كان لاقي التصوير بتاعها، وتقريبا كده كل الأدلة ضد محمد. وفي الجامعة، مصطفى، انت السبب في حبس محمد صح؟ أنا؟ أكيد لأ طبعا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وهو من امتى محمد بيشرب؟ ده هو على طول بيقول لنا احنا نبطل. اهو انت قلتي كان عامل نفسه ما بيشربش وهو مقضيها في شغله. انا واثقة يا مصطفى ان محمد ما بيشربش، وانت السبب في المخدرات دي. مش كنت عنده في نفس اليوم برضو وكنت مع الزفت علي اللي بيجيب لك المخدرات؟ ايه ده انت مركزة قوي يا فرح. انت ناسي ان انت حكيلي من الاول؟ بص يا فرح، انا ماليش دعوة بحاجة، ولو حد عرف الكلام اللي انت بتقوليه ده هتروحي ورا الشمس معاه، فاهمة؟ يعني انت اللي ورا الليلة دي كلها. انا مغلطتش وكمان بتهددني؟ طيب افتكر كلامك ده كويس قوي يا مصطفى. وبعد شهرين بالتحديد في المحكمة، والمحامي واقف مع عيلته مع باباه. حقيقي انا مش عارف اقول لحضرتك ايه، انا اول مرة اشوف قضية بالشكل ده، تسجيلات الكاميرات مش موجودة وكأنها اختفت، وبعد كده القضية تمشي بالسرعة ديت والنطق بالحكم يبقى النهاردة. ربنا يسترها، دي حاجة مش مبشرة خالص. ربنا يسترها يا رب، ربنا يكون معانا، ده احنا غلابة، ربنا يسترها. بعد الاستماع إلى المرافعات والنيابة، حكمت المحكمة حضوريا بالسجن المشدد على المتهم وألزمته بالمصاريف الإدارية. رفعت الجلسة. حرام حرام، ظلم، والله ظلم، مش بتوعي مش بتوعي، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه يا طنط اللي حصل؟ طمنيني، عملتوا ايه؟ محمد مستقبله راح يا فرح، راح وهيعيش طول عمره في السجن. الصبر من عندك يا رب، الصبر يا رب. ايه؟ ازاي الكلام ده؟ ده محمد عمره ما شرب اصلا، يبقى هيكون معاه مخدرات ازاي؟ مش عارفة والله يا بنتي، ده حتى المحامي شاكك انه ممكن يكون بفعل فاعل وحد اللي حط له الحاجة في المحل. وقتها بس افتكرت فرح ريم لما حذرت محمد من مصطفى وقالت له يبعد عنه، وفي نفس اليوم دوت محمد اتقبض عليه. اكيد ديت مش صدفة. فرح، عرفتي ان محمد اتحبس؟ اه يا ريم عرفت. طيب يا فرح، انت في نفس اليوم دوت جيتي وانا قاعدة كنت معاه
واخدتيه وقلتي له ان يبعد عن مصطفى، انت حذرتيه، وده نفس اليوم اللي اتحبس فيه. هو ده معقول يبقى صدفة؟ ايه؟ لا انا معرفش حاجة. طيب يا فرح، انا عارفة وانت عارفة اللي بيجيب المخدرات ويمسح الكاميرات ويمشي القضية بالسرعة دي يبقى مين؟ يبقى مصطفى. وانت الحل يا فرح، محمد عمره ما اذى حد فينا، بالعكس كان بيقف جنب اي حد يحتاجه. هنسيب مستقبله يا فرح؟ يعني هو ده رد الجميل ليه؟ بقولك انا معرفش حاجة، معرفش حاجة يا ريم. طيب بالراحة وما تخافيش واحكيلي. انا عارفة ان مصطفى الكل بيخاف منه، بس انا اقدر احميكي، انت عارفة ده كويس. لا مش هينفع، انتي ما تعرفيش مصطفى. ما تخافيش يا ريم، انا والله معاكي وعمري ما هسيب. طب بصي، هو انا مسجلة ليه وهو بيهددني، وهو كمان بيعترف ان هو اللي عمل كده، بس انا مش هقدر اوديه انا للمحكمة، مش هقدر اظهر في الصورة. وبعد ما سمعت ريم التسجيل اخدته من فرح وراحت على طول لبابا محمد والمحامي بتاعه، واللي عرفتهم ان السبب في كل اللي بيحصل ده مصطفى، واللي بسهولة يقدر يعمل كل ده بسبب عيلته ومعارفه. وعلى طول المحامي أخده ووداه للنيابة اللي فتحت التحقيق تاني، وتم استدعاء مصطفى. تقول إيه فيما هو منسوب إليك يا مصطفى؟ كذب طبعا، أنا معرفش حاجة عن الكلام ده. أكيد طبعا، بس اسمع الأول التسجيل دوت وقول لنا إيه رأيك فيه. لا، ده كذب، والله كذب، أنا ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة. طيب يا مصطفى، صاحبك اللي انت اتفقت معاه ان هو يجيب لك الحاجة جه هنا واعترف عليك، والانكار مش هيفيدك. ايه؟ انا مش هتكلم ولا اقول اي حاجة غير في وجود المحامي بتاعي. طبعا مفهوم، ده حقك، بس كده انت هتتكلم والتهمة لابساك. اتفضل يا مصطفى، اهو المحامي بتاعك موجود. ممكن اعرف ايه السبب اللي خلاك تعمل كده؟ ايوه انا السبب، علشان بكرهه. عامل لنا فيها عم الشيخ، وكل شوية عيب وحرام وكلام من ده. والبنت اللي أنا بحبها راحت وحبته هو، وكل اللي في الجامعة محمد، وكأنه مفيش غيره. وأنا عمري ما حد نافسني، كان الكل يتكلم عليا أنا، إنما هو جه وأخد البساط السحري من تحت رجليا، وأنا زهقت وكان لازم أخلص منه. وطبعا عملت كل ده بالنفوذ بتاعتك، مظبوط؟ أيوة طبعا، أنا عمري ما في حد في حياتي وقف قدامي وقال لي حرام وعيب، وكمان ياخد مني البنت اللي بحبها وينافسني. لازم أعمل فيه كده واشيله من على وش الأرض. بس أنا معلوماتي إن هو صديقك وصاحبك، وكان بيقف معاك في المذاكرة وفي كل حاجة بتحتاجها. أيوة فعلا، ما أنا مثلت عليه الصداقة، عملت نفسي فيها إن أنا أكتر من أخوه، علشان أعرف كل المداخل بتاعته وأعرف أدخله منين علشان أعمل اللي عملته. تمام يا مصطفى، انت هتنورنا وهتنورنا كتير قوي الايام اللي جايه. وخرج محمد من السجن ورجع لحياته الطبيعيه، ورجع لجامعته وبيته ولشغله والاصحاب اللي حبوه فعلا، ودخل بداله مصطفى بسبب التسجيل اللي فرح كانت عاملاه ليه، وبسبب حب ريم ليه اللي خلاهم يقفوا جنب صاحبهم حقيقي. مش كل صديق أو صاحب بيعدي علينا في حياتنا هيكون صديقنا، ممكن يكون سبب إن هو يضيع مستقبلنا بسبب الكره والحقد اللي في قلبه. مش كل اللي يضحك ويقول لنا إنه بيحبنا يكون بيحبنا فعلا، ممكن يكون عامل لينا فخ علشان يمحينا. كده نكون خلصنا قصة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تقولولي في الكومنتات واللايك والشير، وهتعبكم في الاشتراك. واستنوني في قصة جديدة من حكايات مريان. بحبكم، باي.